السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات امرأة بسيطة. نتمنى من الله اللي شاف القناة ديالي أول مرة يدير لي متابعة ولايك والضغط على الجرس باش يوصلكم من الجديد، وما تدخلوش علينا بالدعم. جزاكم الله كل خير يا رب. أنا سأقدم لكم شباكية المغربية. المقادير كالتالي. هي الصراحة الله تجي زوينة وهشيشة هاد الشباكية هادي. المقادير عندنا مهم هنا كيلو الطحين و كيلو الطحين، معلقة القرفة هانتوما كما تشوفوا تكون مغربلة مزيان، معلقة حبة حلاوة ولا النافع انا درت النافع ما درتش حبة حلاوة، تا هو يكون مغربل مزيان باش ما يقطعناش العجينة. اي حاجة درناها خصها تكون مطحونة مزيان. عندنا خميرة حمراء، هادو مهم النواشف درناهم غنخلطوهم مع الطحين ومن بعد نخلطو مزيان هاد الشيء كما تلاحظوا في الفيديو. مهم صافي، ونزيدو من بعد نزيدو كاس الجنجلان مطحون. هذا اللوز اللي درت الاول مطحون مزيان معلك كما قلت لكم باش ما يقطعناش العجينه، وهاك غربلتو عاودتو بالتغربيل باش نحيد الشك انا ما بقات فيه حتى شي حاجه بالغربال. المهم اللي عندكم نتوما هاد الطريقه هادي ديروها قبل ما ديروها فوق الطحين. انا راه حتى بغيت غير نتاكد وصافي، انا عارفه راسي انني طحناه مزيان ما يحتاجش نعاودو، ولكن واخا هكاك حيد الشك حيت راكم العجينه الشباكيه اي حاجه تاثر عليها تقطع الا درت فيها شي حاجه. ما هنايا الجنجلان تا هو كنت طاحناه مزيان، غير بغيت نتاكد وصافي باش حتى حاجه ما بقات فيه. المهم هنا ما بغاش كاع يدوز في الغربال صافي، وانا نحيدو صافي حيت اصلا مطحون مزيان ما يحتاجش يتعاود صافي. ونخلطوهم نتاهم مزيان. هاد المقادير كلها تخلط مزيان، تخدم هاد اللوز و الجنجلان خصهم يتخدموا مع الطحين مزيان باش ما يبقاوش فيه هكاك ميدمين فيه كويورات يجيو غير حتى هما يضيعوا العجينه لا بقاو. المهم خصنا نخدموا الطحين مزيان مع هاد النواشف. هاد الطريقه هادي كون اللي بغيت مثلا اللي بغات ديرها بالليل وفي الصباح غير تنوض تخلطها، يعني دبات بعد النواشف ديالها يطلقوا الزيت وداكشي تجي زوينه. انا ما كانش عندي الوقت خلطتها في الصباح، المهم خلطتها في نفس الوقت، يعني خلطتها وعجنتها صافي وخدمت بها في نفس النهار. يعني هي قد ما كان هاد النواشف يكونوا بحال الشكل اللي نديرو الغريبه البهله، يعني نخليوها تبات ليله كامله. داك الجنجلان واللوز يطلق ديالو المكونات ديالو الزيت وداك مع الزبده والزيت. اصلا غنديرو حتى الزبده والزيت تلكن ولا وكاين اللي يخليها دبات بهاد الطريقه هادي. ونستمروا على هاد هكا تنساليو العجينه. وغنزيدو كما تشوفوا كاس الزبده ما عامرش كاس، ما عامرش الزبده دايبه مزيان تيتحيد منها داك الحليب ديالها. هذا انا درت هنا الزيت كاس لارو بالزيت البلديه، وعاد غندير الزبده. ها هي الزبده، هذه الزبده درتها حتى هي. مهم كانت عندكم الزبده سونطرال ولا شي حاجه بحال هكا زوينه ديروها. انا درتها بزبده لذة هي اللي كتموفره عندي، درت بها صافي. ونغرملوا هاد المكونات كلها بهاد هكا على هاد الطريقه، نرملوهم ينسجموا مع بعضياتهم. المهم هي قد ما تخدمت مزيانه تجي صراحه هشيشه وزوينه، خصها غير الوقت.
نبقاو بهاد الطريقه تنجمعوا العجينه. المهم هانتوما معايا، واخا الفيديو طويل ما لقيت من حيد داك لي طاب كله. المهم تبعوا معايا الطريقه، حتى انا غير مبتدئه يعني ماشي شي وحده محترفه ولا انا نتعلم معكم. وعندنا مزهر، انا هاد كيلو الطحين هز لي قرعه مزهر كلها، ودرت تقريبا نص كاس د الخل. ولكن جات هشيشه الخل الصراحه البنات هيهش. انا كنت غالطه، ما كنتش نكتر فيه ولكن نكتر فيها، ولكن هاد المره هادي درت اكثر من الموالفه، جات صراحه هاد الهشيشه ومعلقه يخليها تجي هشيشه. صافي هذاك المزهر غنحطوه مع نحطوه يسخن فوق البوطه شويه باش يساعدنا في العجينه، مع يطلق لنا الزبده والزيت. هانتي هنايا انا في الاول درت كاس وربع، قلت ربما تجرالي ولا شي حاجه، خديت غير كاس وزدت عليه ربعة. ما بغيتش خافت من هذا لا تجرى. والخل هنايا الخل انا قلت لكم درت 4 كاس، ولكن اكثر درت تقريبا نص كاس الخل. ودرت المهم هانتي اكثر، انا زدت شويه منها على هذا الشيء فاش بغيت نعجن. صافي هنا غنحطهم فوق البوطه يسخنوا شويه مع شويه الزعفران. اللون اللي عندها الزعفران شعره ديرو، واللي ما عندهاش دير غير زعفران عادي، المهم على حساب اللون وصافي. ونخلطوا بها البنات من بعد ما سخن نخلطوه. انا درتو فوق البوطه خليته يسخن وجيت نكمل العجينه ديالي، نزيد نرملها. حتى الطريقه قلت لكم قد ما درتوها زوينه، تخلي داك اللوز والجنجلان ما يبقى ينسجم مع الطحين، ما يبقاش مكركب مع هو مطحون مزيان، يبقى هكاك كويرات. ولا يبقى الا فاش نطلقوا العجينه يبقى يجي فيها هذاك يضيع العجينه. اللهم خصنا نبسبسوها مزيان. وهنا زدت صفر بيضه كنت نسيت ودرتو حتى الاخر. وعاد سميتو صافي ونخلطو ديك الساعات. ندير حتى البيضه ونديرو المهم بسبسوها على ما يسخن لنا المزهر والخل، ونخلطو هذيك الساعات ان شاء الله يا ربي. البنات ما تعكزوش الشباكيه، والله الا تبغي الخاطر وصافي هي زوينه. انا هوايتي الشباكيه، تعجبني نخدمها صراحه الله تجي زوينه. المهم هنا غنبداو نخلطو العجينه. نتوما تشوفوا كيفاش هي قد ما بقات قاصحه قد ما تبقى تجي زوينه الصراحه. المهم ولكن الا درتو كيلو الطحين قرعه مزهر كافياكم، غتبقى هي هذيك ما تجرى ما تقصح. وتبقى ثاني على حسب نوعيه الدقيق اللي عندك، واش ينشف ولا ما ينشفش، مع كل واحد كاين شي طحين اللي دغيا يشرب. وصافي هنا نخلطوها مزيان، نخلطوها حتى تجمع. ايوا المهم هنا غنزيدو واحد طريقه الخميره باش تعطيها شويه اليد خفيفه في الشباك. ديرها واللي مع اليد ثقيله وما عندهاش اللي يعاونها ما ديرهاش باش ما تخمرلاش العجينه وتضيع. دير غير شويه ماشي بزاف. ايوا صافي نبقاو هكا تنكملوا ان شاء الله العجينه. انا اللي هنا عاد تفكات الخميره انا غنزيدها. غيدات هنا غير شويه، لكن انا ما تعطلش دغيا. خدمتها يعني ما تعطلش بزاف. شنو قلت لكم اللي دا ثقيله ما ديرش الخميره، ماشي ضروريه. الخل هو الصراحه اللي هشام، والخميره ما عندها حتى علاقه. شويه وصافي يمكن باش خليها تخمر. المهم هنا غنكملوا جميع العجينه ديالنا في مره صافي.
انا صافي البنات انا جمعت العجينه، كانت تحيد لي واحد المقطع مهم. انا جمعتها صافي، ها نتوما كيفاش تشوفوا جات رطبه قاصحه وفي نفس الوقت رطبه، يعني هكا خصها تكون العجينه تشبك الا بغيتوها تجي ناجحه، ما تكونش مرخوفه قد ما كانت قاصحه قد ما كانت مزيانه. خليوها على هاد الشكل هذا ودلكوها مزيان، عطيوها اللي كتجمع هي في الاخر تبقى تطلق داك الهدام ديالها، ديك المكونات ديالها يطلقوا داك الدرجه رطيبه. صافي هنا درتها في الميكا وخليتها ترتاح شويه، شي قسمين د المكانه ولا تقريبا شي ربع ساعه. صافي ورجعت تاني ليله هنا قطعتها طروفه باش نشكلها باش تجيني سهله في التطليق. هانتوما تشوفوا البنات كيفاش هاد الطريقه تبعوها، والله الا طريقه زعما انا قلت كما قلت لكم مبتدئه، ماشي انا تعلمي معكم ونشارك معكم شي حاجه لا صدقات لي نشاركها معكم. المهم هنا الكاميرا كاع ما شدت لي، ما كنتش شايفاها انا، ما شاده ليش الخدمه. المهم هنا غنطلقوها بهاد الطريقه هذه بحال شكل غنطلقوا العجين المورق، بقاو هكا بقاو نطلقوها. المهم نطلقوا نجمعوها تنساليو كاع اللي عندنا. هاد المرحله ديال البنات خدات لي الوقت بزاف، كما تشوفوا انا بغيت نحيد حتى شي حاجه من الفيديو باش نكمل معكم ليطاب كامله، تشوفوا كيفاش يعني الطريقه باش خدمت. طريقه ناجحه الصراحه، طريقه زوينه وناجحه 100%. نتوما تشوفوا هكا البنات هادشي ساهله في الطليق، فاش نكونوا نطلقوها ونشكلوها تجينا سهله. هانتي ونديروها في ميكا، يعني ما خصهاش تخرج تبقى بلا ميكا نهائيا، تنشف في البلاصه خصها ميكا. صافي ونمشيو على هاد الطريقه هذه حتى نساليو داك الكويرات اللي عندنا كاملين هكا، نبقاو تنساليوها كما شفتوا في الفيديو. هانتوما البنات انا راه نحيد، شفتو قلت لكم يعني قد ما تخدمت داك اللوزه شتي الا ما حيدتوش يبقى يبان في العجينه بحال هكاك. انا راه عييت نخدم وهكاك باش قلت لكم الطريقه، يعني تخلطها بالليل، دير النواشف بالليل وتخليها حتى الصباح وداجنه تجي زوينه، تخدمها على خاطرك. صافي هنا البنات بديت نشبك، انا طلقتها بالماكينه يعني، وما كانش عندي كيفاش نصور داكشي علاش ما لقيتش اللي صورني، ولكن طلقتها في الماكينه صافي. ودابا شبكه نتوما تشوفوا الاضاءه ما مساعدتنيش انا نصور كنصبح لكم. باقي ما المهم بيناتهاش انا حتى شي حاجه، الطريقه العاديه والفلاش اللي شفتوا في التليفون الاول، ما وندير اغلبيه ندير هادو جوج على عاطيش جوج العجين ونجمع حق بهذيك الصراحه. الخامسه اللي تبقى ونقلب صافي وفي الاخر نفرق. ما تجي سهله هاد الطريقه هذه صراحه الله، واخا الفيديو ما بيناش ما عطاهاش حقها، هذه سهله عجبتني انا سهل من هذيك الاخرى الطريقه العاديه اللي يخدموا بها. صافي نكملوا على هاد الطريقه هذه، تنساليو داكشي اللي عندنا كله نساليوه ايوا، من موراها نمشيو للقلي. انا المرحله صراحه د القلي
صورتها ولكن ما عرفتش علاش تمسحت لي من الفيديو. فاش بغيت نمونطي لقيتها ما كايناش، ما عرفتش السبب من التليفون ولا ما، المهم ما عرفتش. المهم هاد كيلو الطحين يخرج تبارك الله. كيلو الطحين راه عطيتها 3 كيلو ونص الشباكيه. الانسان يتعلم ويصاوب بيدو كيف ما بغا تجي. المهم تجي الدار تكون زوينه، حاجه زوينه الدار. ونتمنى من الله ان الفيديو نكون عطيتكم بعض النصائح باش نفيدكم وصافي. حنا هنا نتبادلوا مع بعضياتنا الافكار وصافي. حنا كنا مبتدئين، كنا نتعلموا شويه بشويه، نحيدوا غير العجز ونديروا داكشي الدار زوين. صافي هنا البنات تشوفوا كما تشوفوا، هذه هي النتيجه النهائيه ديال التشباك. مهم الطريقه انتو تشوفوا خرجت داكشي تقريبا. المهم خرجت لي 3 كيلو ونص الشباكيه. نتمنى من الله ان نكون عطيتكم شي حوايج اللي تستافدوا منها. اللي وصلت لهنايا هانتوما البنات، انا خليت عليه التطليق، متابعه يعني ولايك وخليته هنا وتعليق زوين بحالكم. مزيان. ونتمنى انا من خليته الله هنا شي نص ان ساعه الفيديو ينال تقريبا، عاد الاعجاب بديت على ديالكم. الخدمه. غسلت المواعن وساليت وجمعت كوزينتي، كانت عندي مرونه. صافي البنات هنا ما كانش عندي كيفاش نصور معاكم. المهم كيفاش نطلق، انا نطلقها بالماكينه. عندي الماكينه، ندير فاش نطلقها شويه بالدله كندوزها في، ما عرفت كل واحد وكيفاش. انا عندي ديك امبيريال ولا ماكينه ندوزها اول حاجه في 8، نمرها في 6 ولا 5 وصافي، وندوزها في 3 اخر وحده. هاد 3 هي هذه الرق ديالها فين هاد، يعني تجي هي هذيك. والطريقه تشبك البنات هانتوما تعرفوا. المهم انا ما جاتش باينه لي في الفيديو. المهم مع اول فيديو غنصور وداكشي، ما راكم عارفين اول تجربه ما تكونش عارفه لي طاب كاملين. المهم هنايا راه كاع اللي عارفه كيفاش تشبك راه ساهله. المبتدئات انا غنوريكم الطريقه الثانيه اللي ندير. وصدق الصراحه ديك الطريقه هذيك اسهل، اللي نديرو 2 على 2 وهذاك اللي يبقى من الفوق نشركوه ونقلبوه. هذيك صراحه الله اسهل طريقه جاتني انا وانا صورت معكم تقريبا البنات. كنت ساليت صافي ما بقى لي والو. هذيك الاخرى اللي كنت نعاود، داك العجينه اللي بقات التعاويده ديالها. ها انتم شتو البنات، دير وحده على وحده وتجيب هذاك الاخر تشركو وتقلبها نتوما. فاش تقلب تقسموها تجي ساهله. هذه اسهل طريقه جاتني انا بها، اكثر خدمت بها. لكم هنايا ديال العجينه اللي كانت صافي التعاويده بحال اللي بقات تقطع لي شويه، ماشي بحال الاولى. المهم انا ما صورتش، قلت لكم كما قلت لكم ما كاش عندي كيفاش ندير نصور. كانت معايا واحد السيده صافي وانا نحبس التصوير. هنايا صافي نبقاو بهاد الطريقه هكا تنساليو كما قلت لكم. دير داك الطريقه اللي 2 على 2 والخامسه تنيه وتقلب، هذيك اسهل طريقه. نتوما شفتوا البنات. صافي ونمشيو بهاد هكا تنكملوا اللي عندنا. العجينه اللي بقات لنا نساليوها. ونتمنى نكون فيدتكم بشي حاجه. المهم انا قلت لكم هذه التجربه ديالي اول تجربه. المهم شاركه معكم، شاركوا التجارب ديالنا اللي تصدق لا شي حاجه
تصورها وتحطها على شلة، الانسان ياخد تجربة وصافي من الحياة. هانتوما شفتوا البنات، هاد الطريقة هادي اسهل طريقة هي هادي. انا ما لقيتش اللي يصور لي تليفون باش يوريكم الطريقة مزيان، غير سمحوا لي البنات وصافي. مهم صافي نبقاو بهاد الطريقة تنساليو كاع لي طاب اللي عندنا. وانا مقطعه راه بداك القطعه صراحه الله زوينه، اللي يعرف لا خصك غير تبرك بيدك مزيان احسن من الجراره، تساعد بزاف. هذا داك القطعه اللي كاينه في السوق الثمن ديالها صراحه لا مناسب، وتساعد بزاف، تعاون على الخدمه والله العظيم. المهم انا هذه الشباكيه قلت بديتها مع شي 10 تقريبا، 3 صافي راني نقليها، يعني ما خداتليش الوقت بزاف. خاص غير يكون الانسان ما عندوش داك النهار داك اللي غيدير حتى شي شغل اخر. لا عاد راني درتها حتى رمضان، ما كنتش مساليه قبل رمضان، عاد درتها. صافي هنايا صافي كنت تقريبا ساليت، ها هو الشكل النهائي ديالها. المهم يا تبارك الله تخرج، يعني هاد الكيلو الطحين يخرج يعني هادشي، وراه وبقات لي طاوه اخرى. القلي كنت باغا نصور لكم، ولكن ما عرفتش المقطع صورته ما لقيتوش في التليفون واش تمسح ولا ما عرفتش. المهم القلي انا خصك فاش تبغي ترمي الشباكيه يكون العافيه مهيله باش ما تغلبكش دغيا، باش ما تخطفش ولا تحرق ولا شي حاجه. ديما العافيه تكون فاش تحط الشباكيه في المقله تكون العافيه ناقصه مزيان، وعاد فاش تسالي بالحطان في المقله عاد تزيد العافيه وبدا ديك الساعه تقلب. وهذا هو الشكل النهائي، ونتمنى من الله ان تدعموني وديروا لي لايك واشتراك.